نصبايا ب 8 مليون جنيه. لو فتحت السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت أكيد شفت أسامي منصات مختلفة وأخبار عن الفلوس اللي راحت على الناس. النوعية دي من الاحتيال اسمها بونزي سكيم، واقول لكم هي ايه وازاي نقدر نتجنبها. في معلومه بفايده هنديكم معلومات في عالم الماديات. البونزي سكيم او الاحتيال الهرمي هو نظام احتيالي بيعتمد على انك تجيب مستثمرين جداد يدفعوا الارباح بتاعه المستثمرين اللي قبلهم. مفيش استثمار حقيقي ولا بزنس شغال، فكل الفلوس اللي بتدخل دي بتتوزع على المشتركين القدام. النظام بيشتغل كويس في الاول عشان الناس اللي دخلت في الاول فعلا بياخدوا ارباحهم، وده بيخليهم يثقوا ويتعشموا في النظام ويجيبوا ناس اكتر. بس لما عدد المشتركين بيزيد عن حد معين بيبقى صعب انك تدفع الارباح دي لكل الناس. في منهم منصه اشتهرت مؤخرا عرفت تسرق فوق ال 8 مليون جنيه من الناس، وده من خلال تسويق احترافي عبر الواتساب والسوشيال ميديا مقابل استثمارات بسيطه. طب ازاي اتجنب الوقوع في فخ البونزي سكيم؟ في احتمال لو الارباح شكلها حلوه بزياده ممكن يكون فيها حاجه غلط. محدش هيقدر يضمن لك ارباح يوميه كبيره بدون مجهود، فعشان كده لازم تسال الناس اللي فاهمه. ولو مش متاكد من نظام معين لازم تسال خبير مالي قبل ما تحط فلوس. واخر واهم نقطه، دور على التراخيص. واي منصه استثماريه محترمه لازم تكون مرخصه من الهيئات الماليه المختصه، واللي على راسها البنك المركزي او الهيئه العامه للرقابه الماليه. عالم الاحتيال المالي كبير وفي طرق كتيره ممكن تاذي الناس. لو عايزين تعرفوا عنها وازاي تحموا نفسكم منها اكتبوا لي في الكومنتس.